يا اخوانا الامور مولعه على الاخر، نايضه ما بين الوداد المغربي والترجي التونسي بعد ما مشجعين الوداد امبارح في مباراتهم رفعوا لفته كبيره قد كده وكتبوا عليها اعظم السرقات في تاريخ قاره افريقيا، كانت دائما مرتبطه بالدم والذهب. بيلقحوا على مين؟ على الترجي الرياضي التونسي يا ودي ان هم سرقوا منهم بطوله 2019. هم اللي قالوا كده مش انا. طبعا جماهير الترجي مش هتسكت، ما يسكتوش طبعا، هيرفعوا لافتات ضد مين؟ الوداد، والامور هتولع في الاخر. الامور هتولع على الاخر. وبصوا، طول ما مفيش اعتداء فدي متعه الكوره. 90% من متعه الكوره في الحاجات دي، في الشغب والاثاره والجدل والكره والشتايم. هي الكوره كده، الكوره كده. احنا ما ضيعناش في مصر، كره القدم ما ضاعتش عندنا في مصر غير لما بطلنا شغب وما عادش جماهير. الكره بتاعت الجماهير من الاخر. فانتوا تخيلوا حاليا في وسط الاجواء المشحونه دي لو حصل مباراه ما بين الوداد والترجي. الوداد رياضي، وداد الامه، والترجي ودي، الترجي الرياضي التونسي ودي. يا نهار اسود، تتوقعوا مين اللي هيكسب؟ اكتبوا لي رايكم في الموضوع. طبعا الاحترام للفرقتين، بس انا مستمتع. سلام.